الناس بتسقط في الحساب في لم الأجرة؟ ليه الناس بتسقط في الحساب في لم الأجرة؟ طبعا عندنا اسباب كتير. اول حاجه عدم وجود تباع مع السواق، وغالبا بيبقى طفل صغير كده بس مهمته ان هو يلم الاجره، فبيبقى متفرغ ان هو يلم الاجره من الناس. والسواق ان هو بيهتم بالقياده. رقم 2 عدم وجود اشتراك او كارنيه معين، بل وعدم وجود قيمه ثابته مثلا مبلغ معين بيختلف من مكان لمعين من وسيله لاخرى. 3 عدم وجود نظام معين، وعدم وجود تعاون بين الركاب مع بعضهم البعض. كل واحد عايز يركب الميكروباص، عايز ينام او عايز يفتح التليفون، ملوش دعوه بلم الاجره ولا وش الدماغ. رابع حاجه الناس مش مجهزه قيمه الاجره فكه، اللي عايز يفك 200 واللي عايز يفك 100، والسواق طبعا مش معاه فكه. طبعا في حاجه تانية برضو، في ناس عايزه تهرب من دفع الاجره، فبيعمد ان هو يعمل لخبطه في الاجره بحيث ما يدفعش في الضغط والزيطه، وفي واحد غلبان هيشيل الليله. طيب رقم 3